إذا تطرقنا في هذه الليلة إلى أبرز التطورات الميدانية في بلدة حوارة جنوب نابلس التي شهدت هذه الليلة هجمات كبيرة للمستوطنين على البلدة، كما نشاهد في الصور حرق لعشرات المنازل وللممتلكات العامة وتخريب بشكل كبير وممنهج للمستوطنين في البلدة. هاجم المئات من المستوطنين البلدة، أحرقوا وخربوا وكسروا ومن ثم انسحبوا، هذا كله تحت حراسة ومتابعة من جيش الاحتلال. يبدو أن الأوضاع الأمنية بحسب ما نشاهد باتجاه التصاعد والتوتر في البلدة، وهذه الصور نتابع هذه الأعمال الإرهابية على سكان بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، والهجمات المجنونة للمستوطنين على السكان وعلى ممتلكات المواطنين. هناك تحذيرات الليلة من إمكانية تجدد الهجمات على السكان، خاصة في محيط البلدة، في محيط حوارة. كان هناك أيضا دعوات